مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما بكل الخير مع برنامجكم الحكمة معك. الحكمة معك، وزي ما تعودنا في كل حلقاتنا بنناقش قضايا ومشكلات إنسانية شخصية وأسرية ومجتمعية، ودايما في كل حلقاتنا بيكون معانا شاب من شباب مصر، عقل من العقول المفكرة من أجل بناء وتنمية هذه البلد الحبيب إلى قلوبنا جميعا. ولكن في الحقيقة لأهمية هذا العقل نفرد له هذه الحلقة كاملة دون قضايا شخصية أسرية أو إنسانية شخصية، لكن مشكلتنا مشكلة مجتمعية، مشكلة مصر. فمصر أفرزت عقول كتير، ولكن هناك من هذه العقول ما يعمل على بناء هذا البلد وتنميته، وخاصة بعد هذه الثورة التي نحسبها بإذن الله مباركة. معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة شاب من أبناء مصر الواعدين الذين عملوا على فكر جديد وبناء جديد بتكنولوجيا جديدة. هنبني مصر مع هيثم الدسوقي. أسعد كثيرا أن يكون معي الشاب المصري المبتكر المهندس هيثم الدسوقي. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك. في الحقيقة يعني مشاهدينا الكرام، لعله يعني كان من المفضل لنا أن يكون معنا هيثم الدسوقي منذ أسابيع ماضية، ولكن بعد هذا الاحتفاء الإعلامي الكبير بالمهندس هيثم الدسوقي، هذا العقل المصري المفكر، يعني كان لنا إصرار أن يكون المهندس هيثم بعد هدوء هذا الصخب الإعلامي الكبير لنتعرف منه على هيثم الدسوقي المفكر المبتكر المخترع المصري الذي سوف يعمل بإذن الله على بناء هذا البلد مع عقول مصرية أخرى تعمل من أجل مصر، من أجل أمته العربية بل وأمته الإسلامية. أرحب بك كثيرا مهندس هيثم، وعاوزين نعرف القصة من أول السلم وإحنا طالعين. عاوزين نعرف مين هو هيثم الدسوقي. والله يعني هيثم الدسوقي يعني هو شاب عادي جدا. يعني أنا الحمد لله شاب عادي، يعني مش خارق ولا حاجة يعني. أنا كنت اتولدت في السعودية وقعدت فترة 10 سنين. طيب احنا عاوزين باشمهندس هيثم نعلق على اللي بيظهر على الشاشة. تمام. هيثم الدسوقي نجم العلوم في العالم العربي، قدم اختراعا باسم تاتش ستيكر من مواليد 31 مارس 85. مظبوط ولا في غلط؟ لا عرفنا. خرجت من كلية الهندسة جامعة الأزهر قمت بأبحاث علمية في جامعة النيل. تمام. معلومات يعني نال اختراعه إعجاب الصفوة من رجال العلم داخل مصر وخارجها. مظبوط. زي مين الناس اللي نال اختراعك إعجابهم؟ والله أنا هقول لك، يعني بعد ما رجعت من قطر كان في رجال أعمال كتير يعني يتكلموا كتير جدا يعني، وشركات عشان يعني سبونسورشيبس، يعني يدونا سبونسورشيب للمعمل بتاعي في جامعة النيل. يعني هو دي كانت عمل معمل ده كان ليه قصة، يعني اتعمل معمل. هي جامعة النيل دي اللي بقت زويل ولا جامعة النيل هي مش بقت زويل، هي منفصلة حتى الآن، بس يعني هي الدكتور زويل دخل فيها وأخذ الأرض بتاعت الشيخ زايد. هي دي أصلا كانت جامعة النيل قبل كده، وهو أخذ يعني جزء منها. احنا الحمد لله لسه موجودين في القرية الذكية. احنا اوريدي كنا قاعدين في القرية الذكية. يعني انت يعني ابحاثك ومعملك في القرية الذكية. مظبوط. قبل ما نوصل للقرية الذكية هنرجع تحت شوية. هيثم الدسوقي لما اتولد 85 ودخل الأزهر الشريف. هل الأزهر ده كان بعد ما رجعت في السعودية ولا قبل ما تيجي من السعودية؟ لا، كنت باجي امتحن. لا، انا كنت باجي. لا، انا يعني ازهري من تحت خالص، من ابتدائي يعني. كويس. فانا كنت باجي امتحن وبرجع كده يعني. يعني انت بدأت حياتك في اي المعاهد الازهرية؟ انا بدأت الاول في معهد الشهيد جمال اللي في مدينة نصر. وده وانا في ابتدائي. بعد كده دخلت معهد دكتور طلعت
اللي في الحي الثامن في مدينة نصر برضه. وبعد كده دخلت جامعة الأزهر، هندسة الأزهر. بس شاب مصري الله يهديك. مسلم أزهري سلفي. ده يعني ده حاجة جامدة قوي. الله يهديك. امال بيقولوا احنا يعني المفروض نروح نقعد في المساجد وعلينا نلقي دروس، ملناش في العلم، ملناش في التحضر، احنا دورنا ينحصر في المساجد. انت ايه رأيك في الفكر ده؟ والله طبعا هو فكر غلط خالص، يعني ملوش اي معنى. يعني هو تفكير، يعني زي ما يكون يعني زي ما يكون هو الدين بيعطل. يعني هو ما بيعطلش ولا حاجه اصلا خالص، يعني ملوش اي علاقه دين نهائيا بموضوع العلم والحاجات دي، لا خالص. يعني هو ملوش علاقه بتعطيل العلم. مظبوط. انما الدين كله علم. انا هقول لك الدين مهم جدا في تقدم. يعني لو انت عايز تبص على الكيرف بتاعك، عشان الكيرف بتاعك يطلع لفوق لازم يكون في دين. من غير دين ممكن يبقى في حاجات كده وهم حواليك، بس انت كيرفك نازل لتحت. ده طبيعي يعني. انت بدأت يعني الكيرف بتاعك انا اقول لك معهد. انا اقول لحضرتك من اي معهد؟ انا على الحته دي. المشكله في ايه؟ الناس متصوره ان موضوع انا لما كنت في قطر، حتى لما كنت في قطر يعني يعني هم كانوا مقدسين جدا موضوع ان وقت الصلاه على طول المكان اللي انت بتشتغل فيه ما بتشتغل خلاص، وقت الصلاه بتروح تصلي وبترجع تاني. وكان ملوش اي علاقه، يعني الدين شيء لا يعطل العلم نهائيا، يعني ولا البحث العلمي ولا التقدم ولا اي حاجه خالص. هو معتمد على الاشخاص. اشخاص عايزين يتقدموا، اهلا وسهلا، يعني عايزين يتقدموا ويبحثوا ويتحولوا المخترعين ويطوروا في البلد، ملوش اي علاقه خالص. يعني الدين لا يعطل التقدم نهائيا، بالعكس. انت ممكن الدين بيرتب لك حياتك شويه، الدين بيرتب الدنيا، ما بيخليكش يعني لما الدين ما يبقاش موجود فعلا بتبقى مشتت. ده اساسي يعني. لما بيكون في دين بتلاقي نفسك بتركز، ويعني بينظم لك حياتك. كمان كتير جدا وقت الصلاة بيهديك، يعني انت بتكون شغال وعندك مشاكل وكده بتروح تصلي تهدى ترجع تاني. ملوش اي علاقة، انا مش شايف ان في اي تضارب يعني مع الاثنين، لو في حد بيفكر يعني في الحكاية دي يعني ملوش اي علاقة. اي واحد بيتكلم عن الموضوع ده هو انسان واهي، يعني هو مش فاهم حاجة وبيتكلم وخلاص، يعني هو مش فاهم. خلينا احنا نفهم بقى ازاي يعني تطور الكيرف مع هيثم الدسوقي من المعهد الازهري الابتدائي، وكيف كانت مراحل اعداد الشخصية الهندسية. انا اقول لحضرتك، انا اول حاجة لما جيت هنا مصر كان في برنامج بيطلع على التلفزيون اسمه مخترع صغير. ده برنامج كان بيعرض مخترعين بيعملوا اختراعات وبيعرضوا اختراعاتهم في التلفزيون. وانا كنت بحب العب، يعني بحب افك اللعب واشوف ايه اللي فيها وكده، يعني بحب الفضول يعني. لما شفت البرنامج ده بيجي على التلفزيون بصراحة يعني حبيت ان انا اكون زي الاطفال دول، يعني ليه انا ما اعملش اختراع واطلع كمان في التلفزيون بتاعي. كان عجبني الموضوع يعني. واعلنوا ان المكان اللي هم بيعملوا فيه المشاريع بتاعتهم ده مركز سوزان مبارك لاستكشاف العلوم اللي هو في حي القبه. عملت مشروع ورحت بيه على هناك يعني. المشروع انا اشرحه لحضرتك ولا اكمل؟ لا المشروع ببساطه كان جهاز بيقيس نبض القلب. هو فكرته بسيطه خالص يعني. هو جهاز بيقيس نبض القلب. كانت الفكره جت ازاي يعني؟ هو كان في كتاب جبناه من معرض الكتاب، اختي اللي كانت اشتريته. انا قريت فيه ان عدد نبضات القلب لو قلت عن 60 نبضه في الدقيقه ده معناه هبوط. طبعا رقم 60 في دقيقه ده رقم مش غريب، هو نفسه عدد الثواني. فعملت زي يعني جهاز، الفكره بتاعته ببساطه يعني، هي فكره بسيطه خالص يعني. انا كان عندي 14 سنه ساعتها. كان زي كان فيه 3 حاجات: موتور ودايره انذار ودايره منبه، تمام. وكان الجهاز بيشتغل كالتالي يعني. دلوقتي لما نبضه القلب، المفروض عدد نبضات القلب تبقى اكتر من 60، تبقى 70 80 90 واكتر يعني. المينيموم 60، بعد كده هبوط 75 كده هبوط بالظبط. فكان لما تيجي نبضه القلب تبعد الطرفين دول عن بعض، وبعدين تيجي نبضه الساعه، وبعدين يرجع الطرفين دول تاني، وبعدين تيجي نبضه القلب تبعد الطرفين دول عن بعض، وبعدين نبضه الساعه، وبعدين يرجع الطرفين دول تاني. دايما القلب يسبق الساعه، فدايما الطرفين دول بيبعدوا عن بعض قبل ما نبضه الساعه تيجي. لو حصل ان نبضه القلب قلت عن 60 دي معناها ان الطرفين دول لسه لامسين بعض، تيجي نبضه الساعه تشغل دايره الانذار بس. يعني اللي فكره بسيطه ولكنها كانت حديثه في هذا الوقت، وخاصه لما تظهر من شاب صغير وطالب في الاعدادي ساعتها. مظبوط. انا يعني كنت بالظبط في اعدادي، كنت تقريبا ثاني اعدادي اولى اعدادي مش فاكر يعني.
ورحت بيه مركز مبارك استكشاف العلوم. شافوا المشروع عجبهم جدا وقالوا لي بقى ايه انطلق، وبدات اعمل مشاريع كتير يعني خلال الفتره دي. بس اكيد في هنا حد شجعك وحفزك، ما عملكش عملية احباط اللي بيعملها كثير من الناس مع بعض الشباب او بعض الاطفال المخترعين والموهوبين. لازم نذكر الراجل ده. انا اقول لك طبعا ما لا شك فيه، يعني هم اهلي وقرايبي يعني كانوا مشجعين جدا ليا ان انا يعني ان شاء الله يعني كان دايما بيقولوا العالم راح العالم جه، الكلام ده يعني عارف بيشجع الطفل وهو صغير يعني. في نفس الوقت ما بيعقدكش قوي، يعني بيسيبك براحتك تفك تعمل اللي انت عايزه. ممكن لو عايز اشتري حاجه مثلا يدوني فلوس بروح اشتري حاجات لنفسي عشان اعمل المشاريع دي. فكنت يعني لحد ما براحتي شويه يعني في موضوع الاختراعات يعني وانا صغير، وكانوا بيشجعوني جدا عليه. طبعا هو مما لا شك فيه الدعم الاسري مهم جدا، التربوي يعني مهم جدا جدا عشان الطفل يطلع، لان هو يعني لو يعني الطفل بيحب جدا ان هو يتميز، هو صغير يحب جدا انه يتميز، دايما يحب يظهر نفسه، دايما تلاقيه صوته عالي، يحب دايما يتشاع عشان الناس كلها تبص له، فدايما يحب يتميز. فيبقى كل فكره ان انت ازاي تخلي التميز، توجه التميز ده يعني ان انت تخليه يعني يتميز علميا او كده. مهندس هيثم، وانت بتجيب بعض الآلات والمواتير واللعب القديمة وتحاول تحل وتركب وتفك، ما كانش ده بيكون له جانب عكسي عند الوالد والوالدة ويقولوا لك هيثم انت بتعطل مذاكرتك وانت ازاي بتلعب كتير وكده؟ لا كان فيه اكيد مما لا شك فيه، كان فيه طبعا. يعني هو يعني هم طبعا الاهل طبعا خايفين عليا وكده، انا كنت بضيع وقت كتير في موضوع الاختراعات ده بس هو مما لا شك فيه احيانا الواحد وهو صغير ما بيبقاش شايف يعني كتير جدا، يعني هم بيبقوا شايفين عندهم نظره ابعد، ان هو مثلا ممكن لما يتفوق دراسيا هيكون وضعه احسن، هيقدر ان هو يخش كليه هندسه هيتعلم احسن، بيبقى لهم نظره يعني. الاهل يقولوا نظره مختلفه عن الاطفال. انا ممكن وانا صغير احس بالاضطهاد شويه، ان انا مثلا دايما ذاكر انا عايز اقعد اخترع، لكن ده بيبقى ليهم نظره شويه، ما اقدرش ابدا انكر انا ممكن لما اكبر اعمل كده يعني. طب ناخد من الحته دي ايه تقوله لكل اب وكل ام بيكتشفوا في ابنهم موهبه زي كده وهو صغير، تمام. وبيلعب في اللعب ويفكها ويربطها ويحاول يعمل حاجه جديده، نقول لهم ايه؟ والله انا اقول لحضرتك هو يعني هو اولا هو يعني لازم تزرع فيه، لو انت عايز الطفل يطلع حاجه مثلا او كده حاول تزرع فيه ده قبل، يعني ما تستناش. ممكن الطفل يطلع عنده موهبه من نفسه وده شيء جميل وده احسن حاجه، ان الطفل يبقى من نفسه بدأ تظهر عنده موهبه، ده شيء كويس، وانك انت تشجعه عليها ده شيء احسن. يعني تشجعه عليها ازاي؟ هو يعني هو الدعم المعنوي اللي هو بالكلام ده شيء كويس، لكن يعني لو انت عايز تدعم الطفل فعلا ماديا، هو مش عايزين نعتمد، يعني مش عايزين ناخد موضوع البحث العلمي ورعايه المواهب شيء تطوعي. هو مش صح ان الابهات والناس دي هم اللي يبقوا يرعوا المواهب دي اصلا، يعني الصح ان يكون في مكان بيرعاهم، يعني ده الاصل ان يكون في مكان بيروح فيه الاطفال بيشتغلوا بيعملوا مشاريع، في ناس بتعلمهم صح، لان مش دايما الاب يكون مهندس، مش دايما الاب يكون يعني عشان خاطر مثلا يساعد الابن ان هو يعمل اللي يبتكر. فمهم ان يكون في مكان يكون بيدعم الناس دي، الاطفال بيرعى المواهب، وفي نفس الوقت الابهات بترعى بشكل يعني معنوي بالكلام وبالتشجيع، وياخده يوديه، يعني يفضي نفسه وقت انه يوديه المكان ده. لكن لاني مما لا شك فيه، يعني مثلا انا سافرت اليابان كان في اطفال صغيرين، فالمشاريع اللي كانوا بيعملوها الكترونيات وحاجات بالشكل ده صعب جدا، يعني ده انا بتكلم على المستوى العالي، يعني بتكلم على المستوى العالي مثلا بره الاطفال بيفهموا في الالكترونيات والحاجات دي بليفل معين، هم مش بيفهموا قوي، وفي نفس الوقت هم مش تحت قوي، يعني ليهم ليفل كده. ف بالتاكيد مكان عشان خاطر يرعى الناس دي. يعني انت بتشجع نشر وانتشار مراكز ونوادي العلوم في بالزبط. كل المحافظات بل وبعض صحيح. المراكز والمدن بشكل صحيح. يعني معلش انا يعني اقول ان كان مركز وزام مبارك استكشاف العلوم اللي هو كان في حدائق القبه كان يعني مركز قوي جدا بصراحه. ده مثال اللي عايز يعمل يروح يشوف، اللي عايز يعمل مكان يروح يشوف المكان ده كان شكله عامل ازاي ويعمل زيه، لان هو فعلا يعني اولا كان في اصل ده انا يعني اول بدايه ليا كانت فيه، وانطلقت انطلاقه فظيعه جدا منه، يعني لاني كان في مكتبه قويه جدا بصراحه كنت بحبها قوي، ويعني بتتكلمش العقول العاليه قوي ولا السفلى قوي، يعني كانت بتتكلم عقول متوسطه وكانت يعني مرتبه بشكل كويس، وكانت يعني فيها
فيها كل حاجه، يعني فيها فيديوهات. لو انت مش عايز تقرا مثلا ممكن تفتح فيديو تتفرج، يعني مش شرط تقرا. لو في ناس ما بتحبش القرايه، ففي كمان اماكن مثلا في نادي الالكترونيات، تقعد تخش تتعلم الكترونكس. في نادي التصنيع التكنولوجي، تلاقي فيه مخرطه ومش عارف ايه وبتاع، تقعد تتعلم ازاي تصنع حاجات بالمخرطه. في مكان تاني نادي العلوم تقريبا، اللي هو النظريات والليزر والفيزياء والكلام ده. ده الكلام ده على النوادي. في بقى حاجات تانية زي مثلا الفن التشكيلي والرسم واللي مش عارف ايه، كل دي نوادي موجوده جوه المكان، جوه مكان واحد. وفي نفس الوقت في معرض موجود بيوريك بقى مثلا التلسكوبات، انواع التلسكوبات كلها اللي اخترعت من زمان، الفضاء مثلا ايه هي الفضاء وايه الناس دي عملت ايه وبره وكده. فكان في يعني كان حاجه صراحه يعني محترمه جدا، وكانوا بيرعوا فعلا مجموعه كبيره جدا من الاطفال. واعرف ناس لغايه دلوقتي هم مخترعين بسبب ان هم كانوا في المركز ده يعني. انت اخدت بقى مركز او اخدت جايزة على هذا الاختراع الاول في حياتك، جهاز نبضات القلب؟ في الحقيقه انا اشتركت بيه في مهرجان، هي كانتش مسابقه. اللي انا اشتركت بيه في مركز زي مبارك كان بس مسابقه سوري مهرجان، وكانت شهاده تقدير فقط، يعني مش ما كانتش يعني مسابقه. لما حفزوك يعني لما حفزوني بدات اعمل مشاريع. اقول لك بدات اعمل اول مشاريع بحث بعد كده. بدات اعمل مشاريع بصراحه. هو اتعمل حاجات كتير في النص، بس انا اقول لك ابرزهم يعني. كنت عملت مشروع كده اسمه 0 سكند. ده مشروع سرعات تصوير. اجهزه سرعات التصوير اللي هي زي الفيلم سكند والحاجات اللي والزيرو سكند وكده، دي بيسموها مشاريع تكبير الزمن، بيسموها كده تكبير الزمن، ده اسمها. ودي حاجه معموله من زمان يعني، اوريدي دي اخذت مراحل كتير قوي، ووصلت طبعا حتى الان. احدث حاجه طبعا فيلم سكند بتاع الدكتور زويل. المشروع ببساطه 0 سكند كان بيعمل ايه؟ هو كان مشروع فور فن اكتر، يعني كان يعني كان بيعمل حاجه اقول لك عليها. هو انا تجيب نقط ميه، تخيل معايا الحكايه دي، نقط ميه وتنقطها من السقف على الارض، تمام؟ وتجيب الجهاز وتسلط الاضاءه بتاعته على الميه دي، تلاقي الميه دي وقفت في الهواء قدامك. مش انت بتصور وتعيد تاني تصوير، يعني انت قدام عينيك نقط نازله من السقف على الارض واقفه قدامك، وتلمس الميه واقفه. وممكن تلعب شويه في الجهاز تلاقي الميه دي بتنزل بالراحه، وممكن تلعب في الجهاز تلاقي الميه دي بترجع وتعمل نقطه تطلع تاني تخش في الحنفيه قدام عينيك، يعني ممكن تلمسها وهي طالعه. ده تخيلي ولا حقيقي؟ ما انا اقول لك، هو تخيلي. هو في الحقيقه تخيلي، هو مش حقيقي. بس هو بيظهر قدامك حقيقي. ده بيعتمد على ايه بقى؟ ايه فكرته؟ اقول لك ايه فائدته يعني. فكرته ان انت تخيل معايا الحكايه دي، لو انا ايدي دي بتلف بسرعه بسرعه بسرعه، ماشي؟ بتلف بسرعه، وبعدين ضلمه فلاش، ضلمه فلاش، ضلمه فلاش، ايدي هتظهر فين؟ في المكان ده بس، مش هتظهر هنا. تمام؟ فهي الفكره ان انت بقى فين؟ الفكره في ايه؟ انك تعمل الفلاش ده يبقى سريع جدا. ازاي الفلاش ده يبقى سريع جدا لدرجه ان انت ايدك ما تتحركش، يعني ما تشوفهاش غير في الحته دي بس، ما تشوفهاش هنا. تمام؟ ففي الحقيقه انت لو حطيت ايدك هنا هتتخبط، مع انك مش شايفها بس هتتخبط. ماشي؟ يعني برضك من ضمن الحاجات، يعني انت ممكن مثلا كنت انا بشغل مروحه قدامي وتلاقي المروحه بتطلع هواء عليك وهي واقفه قدامك، يعني المروحه واقفه مش الريشه واقفه مش بتلف، انت متخيلها مش بتلف. ايوه بالظبط. لكن لا، ده بقى ليه فوائد. يعني مثلا في الكيمياء، لو انت مثلا حطيت نقطه ملح في الميه دي هيحصل تفاعل. التفاعل ده هل هيحصل في كذا اتجاه ولا هيحصل في اتجاه واحد؟ هل مثلا انت حطيت نقط في الملح في الميه هتلاقي الحته دي حادقه والحته دي مسكره والحته دي خضراء والحته دي زرقاء؟ لا، نفس الميه كلها بقت حادقه، صح؟ صحيح. تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان التفاعل اتكرر، نفس التفاعل واتكرر. الفكره في اجهزه سرعات التصوير بانها بتعمل ايه؟ ممكن تخليك تشوف التفاعل اثناء ما بيحصل. يعني انا دلوقتي هحط ملح في الميه ويحصل التفاعل. زمان كان بيحصل ايه؟ كنت بتصور التفاعل وبعدين تتفرج عليه. دلوقتي لا، تتفرج على التفاعل اثناء التفاعل، بيمشي بطيء اثناء التفاعل. طيب ده برضك فائدته ايه؟ انا هستفاد ايه لما اعمل حاجه زي دي؟ في حاجه اسمها المعالجه بالليزر. انا ما عملتش الكلام ده، بس انا اقول لك يعني فائده الجهاز ايه. انا ممكن عن طريق نفس يعني الجهاز، ده نموذج مصغر يمكن تكبيره والاستفاده يعني منه كده. بس انا كنت سني صغير عشان كده بقول لك انا ما كملتش الكلام ده يعني. كان عندي تقريبا ساعتها 18 سنه او كده. ممتاز. كان الجهاز بيعمل ايه؟ بص دلوقتي حضرتك لو مثلا في مروحه بتلف قدامك، تمام؟ ممكن اكتب على المروحه وهي بتلف عن طريق الجهاز. ممكن تكتب على المروحه وهي بتلف. هو الجهاز بيطلع حاجتين، بيطلع ليزر وبيطلع ضوء عادي. انا مش هكتب بايدي، هو الجهاز نفسه بيطلع ليزر. ممكن عن طريق الليزر انك انت تكحت على الريشه دي بس، يعني تقول لي مثلا ريشه رقم 1 اكتب لي عليها مثلا هيثم وهي بتلف. بتعمل ايه؟ بيجيب جهاز توقف المروحه وبعدين تكتب بالليزر على ريشه رقم 1 مثلا هيثم، والريش الثانيه مش هيحصل لها حاجه وهي بتلف. ده فائدته ايه؟
ان ممكن تخلي تفاعل اثناء ما بيحصل، انك تحط ليزر في حاجه اسمها المعالجه بليزر. انا ما عملتش ده بس انا بقول يعني ده ازاي يحصل. في حاجه اسمها المعالجه بليزر، انت ممكن تسلط الليزر في وقت معين اثناء التفاعل تخلي التفاعل يمشي في اتجاه تاني. ده ليه فايده في الامراض السرطانيه برضو، ان السرطان بيحصل ايه؟ هي بتبقى خليه، هو ليه اسمه ورم؟ عشان بيكبر بسرعه، ده اولا بيكبر بسرعه. والسرطان للانتشار. والسرطان بيطلع نفس الخليه يعني هي خليه واحده مش مجموعه خلايا، ما بيطلعش جزء من السرطان ليه شكل وجزء تاني ليه شكل، لا هو بيبقى خليه واحده بس بتكبر بسرعه. تمام. كل الفكره انت ممكن تصور الانقسامات اثناء ما بتحصل وتعالج وتخلي الانقسامات تمشي في اتجاه معين عن طريق المعالجه بليزر. انا ما عملتش ده بس انا اعرفه يعني ان انت ممكن تصوره كده يعني. بس ده كان مشروع عملته، وبعد كده عملت مشروع يعني ده كل ده وانت في المرحله الثانويه تقريبا. خلاص حصلت على الثانويه الازهريه ودخلت اعدادي هندسه وحفظت القرآن كامل ودخلت إعدادي هندسة الأزهر الشريف. أسأل الله أن يبارك في الأزهر وأهله وأن يعود الأزهر كما كان عليه في الماضي منارة للعلم في العالم الإسلامي. هيثم، يعني وأنت في كلية الهندسة كيف كان استقبال الأساتذة لك بهذه الابتكارات والاختراعات؟ هل تقدمت لبعض هؤلاء الأساتذة فشجعوك؟ صح. وهل بعضهم أعطاك جزء من الإحباط؟ وأنا أقول لك يعني أنا أول ما رحت الجامعة كان يعني أنا كان في كده حلقة وقعت في نص. أنا كنت وأنا في إعدادي هندسة كنت سافرت اليابان مسابقة، ولما رجعت مصر هم عرفوا إن أنا سافرت وكده. سافرت تبع الجامعة ولا لا تبع أكاديمية البحث العلمي؟ أكاديمية البحث العلمي اللي هي بتعمل البيتنت أوفيس، هو بيعمل براءة الاختراع في مصر وكده. طيب ده هيخلينا نقف هنا ناخد فول ستوب بس. يعني هل هذه الاختراعات السابقة عند دخولك لكلية الهندسة تقدمت بها للحصول على براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمي ولا لا؟ لا تقدمت. وأخذت؟ حاليا في البروسيس. يعني هو المشكلة ان يعني البروسيس بياخد وقت طويل شوية. يعني تحس ان في روتين كبير بس لا مش روتين. هو يعني انا اقول لك هو ده دوليا يعني دي حاجة دولية. اصل في حاجة اسمها السيرش. 3 سنين؟ هو 3 سنين كتير. مش كده هو 3 سنين يعني كتير. انت لما رحت اليابان لقيت كده برضه 3 سنين؟ للاسف 3 سنين ده رقم معروف يعني مش في دول اقل من 3 سنين بس دول مش العام المجمل بياخد يعني. بص هو بياخد من 18 شهر ل 3 سنين. ده اذا ما حصلش في حاجه اسمها في حاجه اسمها مراجعات. بيحصل ان انت بعد ما بتقدم المشروع ممكن تفاجئ ان في مشروع مثلا يعني اول مشروع قدمته امتى؟ اول مشروع قدمته لا من زمان شويه. أكثر من 3 سنين؟ 2004. ولغايه دلوقتي؟ ما حصلش على براءة اختراع بس ده كان لسبب. انا اقول لك لسبب يعني. هو المشروع اللي انا كنت بيه في اليابان. هو مشكله المشروع ده فين؟ مشكله المشروع ده يعني انا ممكن احكيه لك يعني، بس هو مشكله المشروع ده في الابلكيشنز. انا كنت يعني اشرحه لك. لا احنا عاوزين نعرف لما رحت اليابان بالمشروع كان ايه المشروع؟ ما هو كده. انا اقول لك هو نفس المشروع. المشروع ببساطه كان يعني كالتالي. هي المسابقه قالت ان هي لازم نشترك بمشروع مبني على نظريه علميه. فكان المشروع بيعمل كالتالي. دلوقتي الصوت بتاعنا ده طاقه بيروح لكل حاجه حوالينا، بيروح للترابيزه، بيروح طبقه الاذن، بيروح لكل حاجه حوالينا. تمام. طيب ازاي انا بشوف الكوبايه دي؟ ده الموضوع بينعكس من عليها. خلاص. في حاجه بتقول بقى ايه؟ ان الضوء المنعكس من على اي جسم شايل الصوت بتاعنا. يعني ممكن اسمع صوتك من خلال الترابيزه. تمام. من خلال الضوء المنعكس من على الترابيزه. طب ده ايه فائدته؟ ان لو في ناس بتتكلم على مسافه مثلا كيلومتر، تمام، وانت يعني استحاله تسمع صوتهم حتى لو جبت اقوى المكبرات، صح؟ لكن ممكن تشوفهم. لو جبت تلسكوب هتشوفهم. تمام. يعني ايه شفتهم؟ يعني الضوء اللي منعكس من عليهم وصل لك، صح؟ صحيح. الضوء المنعكس من على اي جسم جنبهم شايل صوتهم. فانا ممكن عن طريق جهاز تعمل تجسس. بالظبط. اطلع كوبايه الميه اللي جنبهم دي هي جهاز التجسس بتاعي في المكان. اخد الصوت من عليها واسمعه. فطبعا هو كان جهاز تجسس. تفتكر ما هوش جهاز عشان كده بقى فيه صعوبه في ان هو يدولك. ان هو بيتسجل للاسف ما فيش حاجه اسمها تسجيل للموضوع كنظريه. ان الجهاز ده وهذه النظريه معمول بيها في بعض معمول. يعني اجهزه التجسس العالميه والمخابراتيه معمول بيها. انت بتخوفنا دلوقتي. لا انا عرفت يعني ان هو معمول بيها. طيب لما دخلت كليه الهندسه ورجعت من اليابان كان رد فعل الاساتذه في جامعه الازهر في كليه الهندسه كان ايه؟ والله هو كان رد فعلهم صراحه بترحاب قوي جدا يعني. وبصراحه ساعدوني يعني ان انا
انفذ يعني اول ما دخلت اولى اتصالات، يعني هو بدأ الدعم من اولى اتصالات. اول ما دخلت اولى اتصالات، اولى كهرباء، سوري، اولى كهرباء وبعد كده اتصالات. كان قعدت مع رئيس القسم دكتور صفت، ودكتور احمد صفت، وبصراحه يعني قال لي ان احنا ممكن ندعمك ماديا وكده، وبدات اتلقى الدعم من جامعه الازهر. يعني على مر السنين، يعني لغايه ما خلصت الجامعه كنت بتلقى دعم مثلا 5000 جنيه 3000 جنيه كل 3 شهور، بحيث ان انا اصرف على المشاريع للمعارض يعني. وكان في دكاتره صراحه بيدعموني علميا كتير، يعني لا شك فيه. يعني دكاتره عندنا، يعني دكتور زهر من اكتر الناس اللي يعني دعمتني جدا في موضوع الاختراعات، يعني دكتور زهر وكده. ايه الاختراع المهم قوي اللي عملته اثناء ما كنت طالب في كلية الهندسة؟ والله وانا في طالب في كليه الهندسه عملت مشاريع كتير، يعني عملت تقريبا 6 مشاريع. انا في مشروع سافرت بيه الكويت وخدت بيه الاول في معرض هناك. ده كان مشروع ماوس كمبيوتر بيتركب في صباع زي الخاتم. هو مختلف عن الماوس العادي. الماوس العادي لازم تحطه على السطح عشان يشتغل. ده لا، ممكن يشتغل حتى لو مسكته ورفعته عن السطح. يعني حتى هو انت رافعه كده بيديتكت السطح، وكل ما يبعد كل ما يكون احسن. التكنولوجيا اللي انا عملتها دي صغرت حجم الماوس جدا، بيركب في صباعك زي الخاتم. واضفت عليه شويه حاجات. طبعا اني اضفت عليه شويه حاجات بحيث ان انا يعني ما يبقاش بس خاتم وخلاص، يعني لابسه تستخدمه كماوس، لا، ممكن يبقى ليه تطبيقات تانية. فكان احد التطبيقات مثلا كان فيه زي، انت عارف دايما تخش مكان تلاقي في ريموت، تقعد تدور على ريموت التكييف او ريموت تلفزيون بتاع. دلوقتي لا، انت الماوس فيه كليكات من فوق بس، تلمس في المكان وتمسك الريموت بتاع التلفزيون، تدوس على الريموت مثلا بيفتح تلفزيون او بيفتح التكييف او كده، هو بيخزن الداتا دي جواه وتسيب الريموت. بعد كده لما تخش المكان ممكن تتحكم في التكييف عن طريق الخاتم. والخاتم مفيش فيه كليكات، يعني الكليكات بتاعته بس حرك صباعك بيديتكت صباعك. وكمان في حاجه اسمها سكين كوميونيكيشن. سكين كوميونيكيشن ده هو عباره عن، يعني انت عارف دلوقتي انا وانا بتكلم في الموبايل السيجنال بتمشي في الهواء، صح؟ سكين كوميونيكيشن ده معناه ايه؟ معناه ان السيجنال بتمشي جوه جسمك. فكانت الفكره ان انت مثلا لما تيجي تسلم على واحد فيها يعني ايه، خليني اوضح لك اكتر. يعني انا دلوقتي تخيل معايا الحكايه دي، لو انا هوصل يو اس بي في الجهاز ده وانزل داتا، مش انا دايما انا بعمل كده، ده اوصل يو اس بي. دلوقتي لا، انت ممكن تلمس الجهاز بصباعك وتنزل الداتا تمشي جوه صباعك، تروح لغايه الفلاشه جوه جيبك، ما تحتاجش توصلها اصلا في يو اس بي. دي انا ما عملتش ده، بس انا بقول لك يعني بشكل مبسط يمكن عمل. اللي انا عملته ايه بقى، ان انت لما تيجي تسلم على واحد دايما تقعد تاخد منه بيزنس كارد او تاخد الايميل ورقم التليفون وبتاع، تقول له رن لي، ابعت لي في مسج مش عارف ايه. بقت كتيره قوي. هي الفكره في ان الماوس الخاتم وانت لابسه تسلم على واحد تبعت له على طول الرقم التليفون والايميل والاسمك جوه الخاتم، ما تحتاجش بقى ايه ابعت لي ورن لي والكلام ده مش موجود يعني. بس ده اشتركت بيه في معرض في الكويت، الحمد لله خدت فيه الاول، يعني كان معرض على مستوى العالم حتى مش زي قطر. امتى رحت قطر وازاي جت فكره انك تبقى في مسابقه نجوم العلوم في قطر؟ والله انا اشتركت في مسابقه نجوم العلوم، يعني مسابقه مدتها سنه كامله. اشتركت يوم 1 ديسمبر 2000 ده بعد تخرجك من الازهر؟ اول سنه، بعد ما اتخرجت على طول. انا اتخرجت في 2010. قبل ما نروح لقطر انت عينوك في جامعه الازهر ولا ايه كان والله كان ايه عملت ايه؟ هو حاليا يعني حاليا بيدرسوا يعني أيوة. تعييني في جامعه الازهر حاليا يعني. لكن انا اول ما اتخرجت من جامعه الازهر، انا اصلا كنت بشتغل في جامعه النيل قبل ما اتخرج بسنتين. يعني كنت بشتغل في جامعه النيل وانا في ثالثه اتصالات. فاول ما اتخرجت من هندسه اتعينت في جامعه النيل صراحه. بس احنا بنطالب دلوقتي وعلى الهوا هو بالظبط دكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، واحنا عارفين انه رجل عالم وفقيه، وايضا يعني له يعني من حب الناس كثير، فلا بد دكتور أسامة أن يكون لهيثم نصيب في قلبك ويكون له نصيب في جامعة الأزهر. يعني ليس أقل من أن يعين هيثم في جامعة الأزهر مكافأة على ما حصل عليه وما قدمه لمصر باسم جامعة الأزهر الشريف، أنه طالب أزهري حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات من جامعة الأزهر كلية الهندسة. لابد أن يكون أحد أعمدة هذه الكلية ليس أقل من أن يعين معيد في كلية الهندسة جامعة الأزهر دكتور أسامة العبد. هذه رسالة أناشدك فيها من خلال هذا البرنامج الحكمة معك. الله يخليك. بس فاشتركت في المسابقة يوم 1 ديسمبر 2010، والمسابقة مرت بمراحل كتيرة جدا. كنا 7000 مخترع،
وفي الاول، وبعد كده فضلنا نتصفى في عدد من المراحل، هم 8 مراحل لغايه الحمد لله خدت الاول على المسابقه كلها الحمد لله. انا دخلت المسابقة دي كان فيها 7000 واحد 7000 مختلف. ده من دول متعددة. كم مصري كان فيها؟ انا مش عارف كم، انا عارف يعني انا مش عارف كم مصري من ضمن 7000. هم كانوا كتير ضمن 7000 كانوا كتير. بس احنا لما بقينا 16 كنت انا مصري الوحيد يعني. من اول 16 كنت انا مصري الوحيد يعني. فضلوا يصفوهم بعد كده انا كملت الحمد لله يعني. كان سنك بين ال 16 دول كان عمرك يعني مثلا كان في 25 اقل سنة. منك، كان في اكبر كان في منك؟ اقل مني وكان في اكبر مني، كان في الاثنين بصراحه. انا كنت في النص. كان طيب. في اكبر مني و28 وكده و29. انا كنت 25. في ناس بقى تحتي 22. كان في 23. تشابه في الابحاث بين ال 16 لا المتسابقين؟ الحقيقه كانوا متضاربين تماما تمام. يعني. كان في ابحاث بتخدم نفس المجال بس كانوا بعيد عن بعض برضه. 16 كان فيهم حد عربي غيرك؟ كلنا عرب. كلكم عرب. هي اصلا مسابقه يعني على مستوى المتحدثين للعرب. باللغه العربيه. ممتاز. ازاي بقى وصلت للمركز الاول في هذه المسابقه، مسابقه نجوم والله هي اكيد توفيق من ربنا طبعا، سبحانه ده وتعالى اولا واخيرا لا شك، لا بالاسباب يعني. بالظبط. يعني هو المسابقه يعني هي مشكلتها في حاجه، هي ان هي اولا لازم يكون المشروع بتاعك، هي صعبه شويه في التحكيم يعني. هي مش سهله، هي متعبه شويه. لازم يكون المشروع بتاعك جديد قوي. بيبحثوا كتير عن المشروع قبل ما يختاروه. بعد كده بيطلبوا منك حاجات معينه تعملها في وقت صغير جدا. خلينا نتكلم عن المراحل يعني. اول مرحله احنا تقدمنا بافكار، وبعد كده انا اتقدمت بمشروع تاتش ستيكر، وطلبوا مني دخلت يعني طلبوا مني ان اعمل ابلكيشنز كتير ده تاتش ستيكر. ده تاتش ستيكر. دي الابلكيشنز اللي اتعملت بعد كده يعني. ده كان طلبوا مني ان انا احول الروب تاتش. قالوا لي عايزينك تجيب روب من اللي بيتلبس كده وانت مبلول، وتلزق ستيكر جواه وتتحكم وايرلس في اي حاجه حواليك. انا اتحكمت في ام بي 3، اتحكم وايرلس في اي حاجه حواليك. في نفس الوقت الهدوم دي تكون بتتغسل وما تتشحنش، ما تضطرش انت توصل كل شويه الروب بفيشه وتعمله. وفي نفس الوقت تكون بيتحكم وايرلس زي ما قلت. وفي اسبوع واحد يعني في اسبوع واحد تكون عامل الروب ومخلص الدوائر وعامل السيركتس والوايرلس وغاسل الروب وعامل تيست ومخلص كل حاجه. فطبعا اسبوع واحد فتره قليله جدا. يعني هي دي المشكله يعني. وبعدين في يعني ابلكيشن ورا ابلكيشن يعني. طلب مني مثلا يعني ابلكيشنز طلبت في خلال مرحله الهندسه كانت مختلفه تماما عن بعض. يعني طلب مني ان انا اعمل تليفون في ازاز، اجيب قطعه ازاز تكون شفافه تمسكها تشوف اللي وراها، يبقى انت ماسك الازازه او مش ماسكها يعني كانت متعلقه بس تشوف اللي وراها، وفي نفس الوقت تتصل بالتليفون فاهمني، وما تاثرش بالميه وحاجات كده يعني. في اسبوع واحد برضه تكون عامل السيركت. طبعا الستيكر الشفاف ده فيه فكره يعني اوريدي يعني. في مكنه يعني انا اللي عاملها، تحط الستيكر تحتها وبعدين المكنه بتطبع كده زي سلك على السلك رفيع قوي يعني. هو عشان كده ما بيتشافش، هو سلك ده معزول، لو سبته في الهواء ممكن ما يقعش يطير يعني. فصعب جدا تمسكه تحطه بايدك. فمكنه تحط الستيكر تعمل لك تطبع السلك على الستيكر وكده تلزقه وتوصله بالتليفون. عملت تليفون طبعا وفي اسبوع واحد يعني تكون عامل. بس في الحقيقه يعني هم وفروا لك كل الامكانيات اللازمه. هو بالظبط هو توفر بالظبط يعني. انا عايز اقول لحضرتك يعني الموضوع هناك يعني الامكانيات حتى مش ماديه فقط، مش امكانيات مثلا مكنه وكده بس، لا الامكانيات بتتمثل كمان في خبراء. انت ممكن تكون مش فاهم مثلا حاجه في الكوميونيكيشن، مش فاهم حاجه في بيساعدوك، بيجيب لك خبير يساعدك في الحاجه انت مش فاهمها. يعني انت مثلا لو مش فاهم حاجه في الوايرلس، انا مثلا مهندس الكترونيات ماليش علاقه بالوايرلس، يجيب لك واحد بيفهم في الوايرلس يعمل لك الجزء ده. انت ما تفهمش في السوفت وير، يجيب لك واحد في السوفت وير يعمل لك الجزء ده، وكذلك. اللي هو يعني نظام العمل الجماعي، وده اللي احنا المفترض ان احنا مظبوط. نغلبه في العمليه العلميه. مظبوط. هو العمل الجماعي وباسسه يعني. هو مش عمل جماعي وخلاص، هو العمل الجماعي وخلاص. دايما احنا ليه مش بنشتغل في مصر مثلا عمل جماعي عاده؟ لان احنا كرهنا العمل الجماعي ده حقيقه يعني، لان ملوش اسس. احنا ما عندناش اسس العمل الجماعي اصلا. انت قعدت قد ايه في قطر؟ سنه. انا ما قعدتش سنه كامله يعني، المسابقه مدتها سنه بس انا قعدت 4 شهور في قطر ومتبعترين في سنه. جميل. ازاي استقبلت خبر فوزك ان انت طلعت الاول على ال 16 بعد ما بقيت واحد من 16 من 7000؟
والله طبعا يعني كان شعور طبعا بسعادة كبير جدا، لأن الواحد فعلا تعبت جدا والله. يعني المسابقة كانت يعني متعبة، يعني متعبة جدا يعني. وكانت المنافسة شرسة خالص يعني صراحة. كان في مخترعين قوية جدا يعني السنة دي بالذات يعني. فكان يعني موضوع ان انا افوز او كده طبعا. في نفس الوقت ده كان اول مرة نجيب اللقب ده لمصر، يعني اداني بصراحة دفعة كبيرة جدا موضوع الفوز. ويعني شرف ليا كبير ان انا اجيب لمصر يعني مركز زي ده يعني صراحة يعني. بس يعني واعتقد ان مصر كلها بكل ابنائها بكل طوائفها فخورة بيك يا هيثم. يعني الكلام اللي بيتقال عن الإسلاميين وزي ما بدأت الحلقة، وإن فوز الإسلاميين هيكون سبب لتخلف مصر وعودة مصر إلى 14 قرن من الزمان، وإن احنا هنركب الناس الجمال. أعتقد إن كون إن هيثم يصل إلى هذه المرتبة العلمية وهذه التكنولوجيا التي لم يصل إليها أحد في خارج العالم العربي. هو أنا لا الحتة دي بس، هذا الكلام لا يثبته أحد، محدش يقدر يثبته. هو كلام بيتقال لكن محدش يقدر يثبته أبدا. حد يقدر أبدا يقول إن إحنا مثلا لو بقينا لو في إسلاميين أو كده هنتأخر، حد يقدر يثبت الكلام ده؟ هو كلام. لكن إحنا ما عندناش أصلا. يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يعني. أولا إحنا لا نعرف شيء عن التقدم أصلا، وما عندناش اللي يعرفوا يتكلموا عن التقدم أساسا. يعني احنا ما عندناش اصلا الناس اللي يقدروا ينقضوا ده. هم نقضوه ازاي؟ هم نقضوه. هل احنا عندنا الدين اللي بيدعو الى العلم؟ بالظبط. هل احنا عندنا يعني احنا عندنا الدين اللي مدينا يقين ان احنا لو بقينا كده مسلمين، يعني ان تنصروا الله ينصركم، مش عارف ايه، ربنا بيوعدنا بحاجات كويسه جدا ان احنا لو التزمنا هنتقدم. يعني هنتقدم، ملاش حل. التقدم ملوش حل مع الدين، ملوش حل. لازم هتتقدم بايا كانت الطرق. انت ممكن ناس تتصور هو التقدم مش معناه على فكرة تكنولوجيا وبس. يعني ربنا لما بيفتح الابواب بتتفتح من كل الاتجاهات. يعني الارض بترجع تاني تطلع زرع. في حاجات احنا ما نقدرش نتحكم فيها بتحصل، ودي مش دروشه يعني، ده كلام واقعي ربنا اللي خلق الكون كله وعدنا بيه. فموضوع ان الناس تنقد وتقول اني مع اسلاميين، طب انا مش فاهم يعني. هو بغض النظر يعني، طب مع يعني الطوائف الاخرى يعني اثبتوا منين ان الطوائف دي مثلا هنتقدم من خلالها؟ هو احنا حد يعني هل احنا عندنا اي حد مثلا، هل احنا عندنا حد مثلا اخذ البلد وتقدم بيها مثلا فما عرفش؟ هل عندنا مثلا ناس جربت مثلا فما عرفتش فبتتكلم؟ انا ما اعرفش بصراحه. احنا الحمد لله ان شاء الله هنتقدم كويس جدا. في دين في تقدم، ما فيش دين فيش تقدم. انا بقول لك اساسي يعني. لان في حاجه اسمها التوفيق. ما فيش دين ما فيش توفيق. بتاع الموضوع التوفيق ده شيء مهم جدا. انا كنت في المسابقه وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا هو اللي يعني وهبني الحاجات دي يعني مما لا شك فيه. فما فيش دين ما فيش توفيق 100% نهائي. ما فيش اي توفيق خالص. العالم دلوقتي يعني ايه انك انت تتقدم؟ يعني ايه تقدم؟ تقدم معناها انك انت حاجه من اتنين، يا اما انت تصعد لفوق وتسبق الناس اللي حواليك، يا اما الناس اللي حواليك تقف في مكانها وتصعد فوقيها. هيثم، بعد اللي حاصل ويمكن شفنا المراحل الثلاث لهذا العرس البرلماني الكبير، برلمان 2012، وهذه النتائج التي أفرزها هذا العرس الديمقراطي، كيف ترى مصر في المستقبل القريب؟ والله أنا يعني أرى مصر يعني إن شاء الله هتتقدم جدا. وأنا عايز أقول لك إن إحنا بنعمل على ده. ما أقدرش إن أنا أقول إن ده لازم يحصل. دي حاجة بإيد ربنا يعني مش بإيدي. بس أنا بقول لك إن إحنا بنعمل إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية والفترة اللي جاية مع شركات كتير ورجال أعمال كتير جدا، إن إحنا يعني يكون في يعني مراكز رعاية للأطفال. ده كنا بندرس حاجة زي كده. يكون في مراكز رعاية للأطفال بحيث إن هم يروا الموهوبين من صغرهم. في نفس الوقت كمان يكون في تطبيق للاختراعات، ما يكونش بس بحث علمي زي زمان. زمان كان في فلوس صحيح كانت قليلة في البحث العلمي، لكن ما كانتش الأبحاث دي بتتحول لمشاريع. طبعا هيطلع مجموعة 2 3 كده قال لك أنا عملت بحث علمي ونفذته. بالنسبة للعدد العام للمشاريع ضئيل جدا. ما نقدر ان احنا نقول عليه صفر. ما نقدرش ان احنا، لاني يعني انا مش بحب الناس تتكلم والنتيجة تحت.
احنا النتيجه بتاعتنا فين؟ الكيرف بتاعنا نازل تحت كده، اعمل كده، تمام؟ دي النتيجه ايا كان الكلام مهما حد اتكلم وقال انا عملت وانا سويت، احنا تحت. فاحنا عشان نطلع لفوق ده معناها ان لازم يكون في مجموعه كبيره جدا من الشباب بينفذوا المشاريع بتاعتهم وبتتحول لمشاريع حقيقيه بتنتشر في العالم كله ونتقدم. لكن ان يكون في واحد او اتنين بس، لا، هو لازم يكون في عدد ضخم من الناس. ولازم يكون في رعايه باسلوب، مش موضوع البحث العلمي ان احنا كنا واخدينه زمان ان هو بشكل تطوعي، ان المخترع يعمل مثلا اختراع وبشكل تطوعي ان هو يعمله، مثلا لو حب يعمله، لو ما حبش يعمله ما يعملوش. طبعا الاسلوب ده ما ينفعش. موضوع التطوع ده منتهي. يعني احنا عايزين ناخد البحث العلمي بشكل جدي اكتر من كده بس شويه. المخترع لازم يتوفر له 4 حاجات. لازم يتوفر له دخل شخصي، ما ينفعش يعيش المخترع من غير دخل شخصي. لازم يتوفر له معمل، لان من غير معمل مش هيعرف يعمل اي حاجه خالص. وكتير جدا من الاماكن بيديك دعم حاليا، يعني دي حاجه غريبه في الموضوع. في اماكن كتيره في مصر بتدي دعم، لكن للاسف الدعم ده تفاجأ ان هو ايه، يعني هي فلوس مثلا ممكن يديك 100,000 200,000، لكن انت ما عندكش البيز اللي تبني على البحث بتاعك. مفيش معمل اصلا، والمعمل ده معناه ماشينز، معناه حاجات. مفيش معمل، ده لازم يكون في معمل، يعني لازم يكون في دخل، لازم يكون في معمل، لازم يكون في خبراء. المخترع مش بيفهم في كل حاجه، اكيد صحيح. لازم يكون في خبراء، لازم يكون في رجال اعمال تحول الاختراعات دي لمشاريع حقيقيه تنتشر في العالم كله. واحنا نقدر نعمل ده ولا الموضوع ده على فكره مش شرط يكون الاختراع، يعني عايز بس ابسط حاجه للاختراع، يعني الاختراعات مش شرط يكون الاختراع طفره في العلم. نعم صحيح. اختراع ممكن يبقى تطوير حاجه بسيطه خالص ولكن يفيد البشريه، مش يفيد بس مصر ولا الامه العربيه، ومش شرط ينتج في مصر. يعني لو موضوع الانتاج والصين والكلام ده مش شرط ينتج في مصر. بس الفكره انه يبقى مصري، يبقى مشروع مصري، يكون في المركز الابحاث اللي طلعه من مصر. مش شرط ينتج في مصر، بس يبقى مصري، يعني دخله مصر. هيثم، مع هذه الابحاث وهذا الكم الكبير من الاختراعات الذي قمت به منذ الطفوله حتى الان، كيف التطبيق لمثل هذه الأبحاث وهذه الاختراعات على أرض الواقع؟ وما هي الخطوات التي بذلتها أنت مع الدولة، مع الوزارة معينة، البحث العلمي وليكن، مع إحدى وزارات التكنولوجيا، مع رجال أعمال كبار، لتطبيق هذه الأبحاث على أرض الواقع اللي يستفيد منها الشعب، اللي يستفيد منها الناس؟ أنا بالنسبة لي المشاريع عندي، أنا بصراحة ما طبقتش أي مشروع من اللي أنا عملتهم خالص من ساعة يعني ما بدأت أعمل مشاريع. بس ده إن شاء الله يعني مش هيستمر فترة طويلة، وأنا لسه ببدأ مشواري، يعني ما اتأخرتش قوي ولا حاجة. وإن شاء الله يعني هنبدأ فعلا ننفذ المشاريع دي مثلا زي مكان. يعني قول لي انت رحت لمين؟ والله احنا رحنا، كان لو عدت لك الناس كتير جدا، إيه؟ يعني انا رحت يعني اقول لك على المستوى الحكومي مثلا. على مستوى الحكومي والله على المستوى الحكومي طبعا يعني مين قبلك في مصر بعد ما رجعت من قطر؟ كتير جدا. لا من الحكومه، من الحكومه، رجال الحكومه. مفترض ان شاب مصري حصل على جائزه دوليه. جامعه الازهر من رجال الحكومه مش عارف. لا هل يعني طبعا هي جامعه الازهر يكفيها فخرا ان تكون احد ابنائها، وايضا يكفيك ان تنتمي الى هذه الجامعه العريقه. ولكن الجهات الحكوميه بعد ان ياتي احد ابناء مصر بجائزه يحصل فيها على المركز الاول بين 7000 شخص في أكاديمية، يعني كيف كان التكريم؟ كيف كان اللقاء؟ يعني أنا أذكر كان يعني رئيس الدولة أنذاك، وإن كان هو الرئيس المخلوع، كان بيستقبل لاعب الكرة على باب الطائرة في المطار، بعدين يروح معاهم البيت يفطروا معاهم، بعدين يقدم لهم لكل واحد 1,000,000 جنيه زائد جايزة مش عارف ميدالية ذهبية. صحيح ان الكلام ده ما حصلش مع الدكتور زويل وغيره من العلماء، انما كان بيحصل اقل من كده. انما اهو حصل واتكرم الدكتور زويل. يعني هيثم، كيف كان التكريم من مصر بعد قطر؟ والله انا مش هقول لك من الحكومه، انا ما كانش فيه يعني مش هكلمك على الحكومه او الجيش او كده. يعني بصراحه انا ما كانش فيه يعني التكريم. كان اكاديميه البحث العلمي اللي هي بترعى الاختراعات، اكاديميه البحث العلمي اللي هي في شرق قصر العيني، كان في تكريم فيها.
عارفها 101 شارع القصر، تمام. يعني علم معروف، ولكن في الحقيقة يعني كثير من الشباب المصري المبتكر والمخترع يعني أحبط على باب هذه الأكاديمية، يعني عشان أكون واضح. أنت واحد منهم دلوقتي، أنا شايف كده، لأن أنت لما تقول لي أن أنت عامل بحث واختراع من 6 سنوات في 2006 لغاية النهاردة ما خدتش براءة اختراع، ده إحباط. بص يعني أقول لك على حاجة، إنما خلينا يعني فين وزيرة البحث العلمي وتكريمها لهيثم دسوقي؟ أين رئيس الوزراء من تكريم هيثم؟ أين المجلس العسكري من تكريم هيثم الدسوقي؟ هو يعني احنا لازم نكون هي معلش برضه عشان منصفين. أوصف وزيرة البحث العلمي، وزيرة البحث العلمي قامت بتكريمي فعلا، بس من ناحية الحكومة نفسها. يعني كيف كان التكريم؟ قول لي. والله كان التكريم احنا زي يعني كان احتفال في القرية الذكية وكان عن طريق جامعة النيل، عملت حفلة احتفال كبير ودعت فيها رجال أعمال ومجموعة من الوزراء، كان من ضمنهم وزيرة البحث العلمي، وكرمت في هذا الاحتفال. بس بص أقول لك على حاجة، التكريم أنا كرمت قبل كده من رئيس الجمهورية، مش كرمت في عيد العلم بعد ما رجعت من الكويت. أنا أخذت المركز الأول على مستوى العالم، فتعرفت جدا. ففي عيد العلم كان أول مرة يتكرم شاب في عيد العلم، دايما عيد العلم بيكرم فيه الناس مش قادرة تطلع السلم. فأنا الحمد لله كرمت في عيد العلم، واشتغلت في جامعة النيل بناء على التكريم في عيد العلم، وأخذت فلوس مبلغ من المال وكده. يعني أنا عايز أقول لك إن التكريم الحقيقي، احنا نأمل في الحقيقة التكريم الحقيقي نعم مش إن هو بس يكون، يعني هو التكريم ده شيء جميل، لكن الأصل في التكريم مش إن هو بس يفرح بيك وانتهى. أنت فاكر لما قلت لي في بداية الحلقة إن يا سلام لما أول بحث عملته وقالوا لي العالم جاء والعالم راح، فهذا الكلام المعنوي يحفز الطفل لزيادة هذه الموهبة ونماء هذه الموهبة، وإنه لما بيقول له أنت بتعمل إيه يا غبي، سيب اللي أنت بتعمله ده وروح ذاكر عشان تنجح، أنا عاوزك تنجح، ده بيحبط هذا الطفل في موهبته. النهاردة لما ابننا يجي من الخارج وحاصل على جائزة من بين 7000 متسابق ويحصل على المركز الأول، لابد أن احنا نقف له ويعني يكافئ معنويا وماديا وعلميا وبحثيا. أظن ده لازم يحصل. طبعا الدكتور زويل بدأ يعمل أكاديمية، والنيل خلاص بقى هتبقى تبعه جامعة النيل وتتحول بإذن، يعني أعتقد أنه لابد أن يكون فيه دور للدكتور أحمد زويل في رعاية مثل هؤلاء الشباب الذين يعملون على زيادة هذا الفكر وزيادة هذه المساحة في العقول المصرية من أجل مصر. يعني بتمنى لك كل توفيق يا هيثم، وبنادي من أول المجلس العسكري، وإن كنت دايما بحبش أنادي كتير المجلس العسكري لأن عارف أن مصر دولة مؤسسات، وإحنا بدأنا نبني أول مؤسسة من مؤسسات هذا البلد العريق، وهو المجلس التشريعي، مجلس الشعب، يليه مجلس الشورى، يليه مؤسسة رئاسية، ونعتز جميعا بالمؤسسة العسكرية في مصر، ولكن لا نعول كثيرا على هذه المؤسسات المؤقتة يعني لحكم البلاد، ولكننا نتمنى إن شاء الله عندما تكتمل أو يكتمل بناء هذه المؤسسات الرئيسة في مصر أن يكون لهيثم وأمثاله من طلاب العلم والبحث العلمي. وأكرر النداء قبل أن أختتم هذه الحلقة إلى الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر بأن يولي هيثم اهتماما خاصا، وأن يكون لهيثم مكانه الطبيعي في كلية الهندسة جامعة الأزهر. صحيح مش عارف اسم عميد كلية الهندسة في جامعة الأزهر، إنما أنا بناشد رئيس الجامعة مباشرة أن يتبنى هذا العقل وهذا الفكر، من أجل أن يشعر كل إنسان مصري أن من يبذل لبناء هذا البلد يجد ما يستحقه من هذا البلد وأبناء هذا البلد. أنا بشكرك يا هيثم، وأتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله تبقى عالم المستقبل وتبقى زي الدكتور أحمد زويل وأحسن كمان. شكرا. مشاهدينا في كل مكان، هذا كان نموذج من نماذج الشباب المصري، من نماذج العقول المصرية التي تعمل من أجل بناء وتنمية هذا البلد، خاصة بعد هذه الثورة التي نحسبها بإذن الله مباركة، تعود بالخير والنفع على مصر. بهذه العقول النيرة، بهذه العقول المسلمة، سترتقي مصر، ترتقي الأمة العربية والأمة الإسلامية. إلى الملتقى أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة مع عقل جديد
وفكر جديد. إلى الملتقى إن قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.